يلا حيهم. طبعا أبوي الله يرحمه، يعني اللي يعرفوني واللي أخوياي جماعتنا يدرون أن أبوي الله يرحمه توفى في يوم جمعة، طالع للصلاة الساعة 9 الصبح، طاح في الجامع ما رجع، الله يجعله في جنات النعيم وأموات المسلمين قولوا آمين. فكنا نسولف، كان يقول الجنة. توفى الشاب السعودي حمود البادي الرويلي مشهور التيك توك، احد ابرز نجوم منصات التواصل الاجتماعي، مساء السبت 22 مارس 2025 بعد صراع طويل مع مرض السرطان. كان حمود المعروف بمحتواه الهادف وروحه المرحه قد امضى ايامه الاخيره في العنايه المركزه باحدى مستشفيات الرياض، حيث تدهورت حالته الصحيه منذ بدايه شهر مارس. حمود البادي الذي تجاوز عدد متابعيه على التيك توك 2 مليون ونص شخص اشتهر بتشجيعه للشباب على الصلاة، وكان له تأثيرا إيجابيا كبيرا على متابعيه. ورغم معاناته مع المرض حافظ على طاقته الإيجابية وروحه المرحة، ولم يظهر معاناته بوضوح أمام جمهوره، مفضلا الاحتفاظ بآلامه لنفسه. أعلن صديقه المقرب عبد العزيز اليامي عن تدهور حالة حمود الصحية قبل أيام قليلة من وفاته، داعيا الجميع للتضرع للمولى عز وجل ليمن عليه بالشفاء. ومع إعلان نبأ وفاته خيم الحزن على متابعيه الذين اعتادوا على مشاهدة المقاطع الفيديو الخاصة به، والتي كانت تحمل الكثير من البهجة والمرح. أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق لفقدان حمود، مؤكدين أن ذكراه ستظل خالدة في قلوبهم، فقد كان نموذجا للإنسان المتواضع والصابر الذي قاوم المرض بابتسامة حتى النهاية. سيتم الصلاة على جثمانه بعد صلاة العشاء في جامع الركحي، ثم يوارى الثرى في مقبرة النسيم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.